أفضل مقدمة هتسمعها من إعلامي عن انتقال رضا سليم إلى النادي الأهلي. إبراهيم فايق من أفضل الإعلاميين فعلا في مصر وبيتكلم بكل صراحة. تعال نشوف كده كلامه عن صفقة رضا سليم واستناني في آخر الفيديو علشان راجع لك تاني. الأهلي يضم رضا سليم رسميا لمدة 4 سنوات مع إمكانية زيادة السنة الخامسة. رضا سليم أهلاويا ارتدى خلاص القميص الأحمر والأمور كلها انتهت. وزي ما كنا بنتكلم خلال الفترة اللي فاتت إنه رضا من اللعيبة المميزة جدا، المميزة جدا. يمكن هقول لك انطباعي، يمكن جمهور الاهلي مش حاسس ان هو جاب صفقه سوبر علشان هو ما تجهزش من فتره ان احنا عايزين رضا سليم، فمش حاصل الحشد بتاع الصفقات الكبيره، فما اتحشدش، وبالتالي كمان ما دخلش خناقه او منافسه مع حد عيانا بيانا في اللاعب، فمش حاسس بالقصه قوي. فالبعض وليس الكل والتعميم اغلبه خطأ، البعض هنا البعض قد يرى ان هي صفقه عاديه، بس رضا سليم مش صفقة عادية. رضا سليم اللي تابعه واللي شافه واللي عارف الناس بتتكلم عنه، الناس في المغرب بتتكلم عنه انه 40% من قوة الفريق هيخسرها مع ذهاب رضا سليم إلى الأهلي. دي صفقة كبيرة. برضو ده ما بيبقاش اسمه حكم مسبق، لكن ده اسمه رصيد للاعب نفسه هو قدمه، ولكنه مش حكم مسبق على ما سيقدمه للأهلي أو مع الأهلي، لأنه رهن او انت دايما مشاركاتك ونجاحك مرهونه بقدراتك في الملعب او ان انت تعرف تنسجم. اللي انا اقدر اقوله لك من خلال اللي انا شفته مع كولر ان الراجل ده يقدر يخلي اي حد يخش جوه الفرقه، واللي اقدر اقوله لك ان هو مش هيقعد كتير بره. واللي تعرفه كويس ان الاهلي ان كولر خلى اللعيبه كلها اساسيه في عينيك، خلى اللعيبه كلها اساسيه في عينيك. فما بالك هو بيعمل كده؟ مش هيعمل مع لعيب اجنبي هو جايبه بقناعاته، لانه مفيش فردة شراب هتبقى موجودة كولر مش عايزها، عشان بس تبقى انت عارف. وهي دي ميزة الاهلي وادارة الاهلي المحترفة. انت قد تراها عيبا في بعض الاحيان، يعني تقول لك في بعض الاحيان تقول طب اصل ليه؟ طب الاهلي بيجيب لاي مدرب، الاهلي اي مدرب بيتعاقد معاه من كتر الاحترام والاحترافية، اي مدرب بيتعاقد معاه يقول له انت عايز ايه؟ يقول له عايز فلان، نجيب له فلان. حتى ولو هناك اختلاف في القناعات، البعض يراها يقول لك لا ما انت لازم يبقى ليك تدخل هنا، بس هو يقول لك ايه؟ انا عايز اوفر له الادوات. يعني مثلا كان في اختلاف كبير مثلا في ميكيسوني، يعني ليه ميكيسوني؟ وكانوا عارضين عليه لعيبه تقيله اتقل. الراجل موسيماني ساعتهم قال لهم ده ماشين جولز، ده المكنه بتاعت الاجوان. جه الاهلي كان بيتكعبل في الكوره، الناس مش مصدقه، ده بيتكعبل في الكوره، ولكنه الاداره اختارت ان هي تعمل له ده وتوفر له ده. وعلى صعيد تاني وفرت له لعيبه كمان تانيه، اللعيبه دي كانت مميزه جدا زي بيرسي تاو. ف ميزه الاهلي ان هو بيعمل كده، الاحترافيه الشديده، ان انا بطبق لك اللي انت عايزه، اللي انت عايزه خد ادي عوامل النجاح. بس لما تفشل انا هقول لك شكرا متشكرين، لان انت ما كنتش معايا في الامور دي، رايك صائب يعني. وبالتالي هنا الميزه بقى في الاهلي ان هو حقق لكولر ده، وكولر بقى عنده الحته دي مميزه جدا جدا في مساله التعاقدات والدقه في اختيار العناصر اللي هي عايزها. واللي ياكد لك واللي ياكد لك واللي ياكد لي كده لما هو جه الاهلي وبدا يتزنق في اللعيب المهاجم او الجناح، فقال له وقف. تفتكر في بدايه الموسم وقف، مش هاخد انا شروه من السوق، مش هنزل الم من السوق، خلاص مش عايز مش موجود اللي انا عايزه، انا هشتغل بالناس دي. فكانت الناس هتتجنن، الجمهور اللي هيتجنن، هتعمل كده ازاي؟ شوف سبحان الله، بقى تيم الاهلي دلوقتي مرعب مخيف يعني. كل الناس وكل الإعلاميين بتقول إن صفقة رضا سليم للأهلي هي ضربة معلم. حتى ميدو نفسه كان بيقول في الفيديو المسرب بالنسبة لي رضا سليم أفضل من بن شرقي في إنه يجي نادي الزمالك. الناس كلها متفائلة خير في صفقة انتقال رضا سليم للنادي الأهلي، وأنا شخصيا حاسس إنه هيعمل حاجة كويسة في كأس العالم للأندية وفي دوري السوبر الأفريقي، وهيكون ورقة رابحة زي حسين الشحات. حرفيا أنا متحمس أشوف رضا سليم وينج يمين وحسين
حسين الشحات وينج شمال، مع طبعا صفقة المهاجم الجديدة بإذن الله. ده كده كان فيديو صغير، ما تنساش اللايك والاشتراك وتصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتوحد الله. أشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.